سأحدثكم عن الله سبحانه وتعالى. يراك تعصيه فيصيب قلبك بالندم، ثم يلهمك بالاستغفار فيغفر لك ثم يرضى عنك، ثم يبدل سيئاتك حسنات. ومن عظيم لطفه يراك مبتسما فيكتب لك أجرا، ويراك موجوعا فيغفر لك ذنبا. وما بين الذنب والأجر أنت محاط دائما بلطف الله. إذا أراد الله شيئا تغيرت قوانين الحياة. حينئذ البحر لا يغرق، والنار لا تحرق، والجبال لا يعصم، والحوت لا يهضم، والعذراء تليد. لا تقل مستحيلا عن الله سبحانه وتعالى. أحدثكم، لو أحبك الله أحبك أهل السماوات والأرض، وأسكن الجنة قلبك قبل أن تسكنها. الله هو الركن والملجأ الوحيد، هو أقرب إلينا من حبل الوريد. يرى زلتنا فلا يفضحنا، ويسترنا ويغفرها لنا، ويردنا إليه ردا جميلا. يا الله ما أكرمك وما أرحمك. الرحمن على العرش استوى. لم يكن الجبار ولا القوي، إنما الرحمن، رغم أن العذاب بيده والعقاب بيده والمرض والابتلاء بيده. ما أكرمك يا الله. يريد أن يغرس الطمأنينة في قلبك، لأن يخوفك وإنما يقربك من كرمه. يعطيك المال ثم يلهمك أن تتصدق، ثم يسخر لك فقيرا فيأخذها منك ويقبلها منك، فيبارك الله في رزقك، وهو الذي أعطاك المال. ما أكرمك يا الله. عن الرحمن أحدثكم. الله يفرح بتوبتك أكثر من فرحة العبد نفسه. الله يراك حين تترك الأبواب، باب يتلى الآخر، تفشل هنا وتحزن هناك. هذا يعاتبك وهذا يدبر لك، والله ينتظر أن ترجع إليه، وأنت تتعثر وتقوم وتقع وتنهض، ثم تعود إلى بابه مكسورا باكيا نادما، فيتقبلها منك وكأنه يقول: وإن جفوك فأنا حبيبك، وإن لامك فأنا طبيبك. عد إلي تائبا نادما، عبدا محبا مقبولا. ما أكرمك وما أعظمك وما ألطفك عن الله سبحانه وتعالى. أتمنى تفيدكم هذه المعلومة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.